I think children should have their own set of rights as they are still young individuals who are growing up. This therefore requires them to have their needs specifically put down, and those that which we might overlook if we do not put them down and classify them specifically as children's rights. طبعا الطفل لازم يعرف حقوقه يعني تجاه والدينه أو الوالد تجاه أولاده. فطبعا بعض الأحيان نحس إنه الطفل عم يتعرض لسلب حقوقه تجاه العائلة قبل المجتمع. هذا سبب كافي لحتى نحكي عن حقوق الأطفال ونشارك قصصهم للعالم. الطفل هو طفل صغير يعتقد إنه والدينه لهم حقوق كاملة عليه ويحق لهم يسيطروا عليه، ولكن هذا الشيء طبعا غير صحيح. الطفل من حقه إنه يتعلم، من حقه إنه يعيش وإنه يأكل. وصراحة هذا الشيء عم يحصل حاليا ببعض الدول العربية وخصوصا بسوريا، بحيث إنه الطفل عم يتعرض للضرب والعنف من تجاه الوالد أو الوالدة. فهذا الشيء طبعا خاطئ جدا، وهذا بسبب مستقبلا الطفل إنه يصير عدواني وشرس تجاه المجتمع أو تجاه عائلته بشكل عام. فلازم علينا نعطي قليلا يعني اهتمام قليل حتى تجاه الأطفال حاليا، لأنه إذا الطفل تربى بهي المرحلة على العدوان رح يطلع عدواني مستقبلا. أما تربى على حب الناس وعلى الخير تجاه الآخرين رح يطلع هيك بالمستقبل. وهذا الشيء صراحة هو عم نعيشه حاليا، كيف الأطفال عم يتربوا على الحرب والسلاح. فهذا شيء خاطئ تماما. لازم الطفل يتعلم على حب الآخرين وممارسة حقوقه واللعب والأكل وما إلى ذلك. فلازم يعطى حقوق الطفل كأهمية كبيرة لدى المجتمع لبناء الدولة مستقبلا بحب الناس والخير تجاه الآخرين. ค่ะสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้เด็กเยาวชนรู้จักสิทธิมนุษยชนเพราะว่าคือเด็กทุกคนนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะรับรู้แล้วก็ปกป้องในสิ่งที่เขาปกป้องในถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาปกป้องในสิ่งที่เขาปกป้องแล้วก็เรียกร้องในสิ่งที่เขาต้องการนะคะก็อย่างเช่นการได้ออกมาบอกกับคนทั่วโลกบอกว่าในชีวิตของเขาทุกวันนี้ค่ะเขาเจอกับอะไรมาบ้างแล้วก็ในชีวิตของเขาเนี่ยเขาดำเนินชีวิตอย่างไรแล้วก็สักวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีกลุ่มผู้มีอำนาจเข้ามาทำอะไรสักอย่างกับบ้านของเขาซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในสิ่งที่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในเขาเป็นคนที่อาศัยอยู่อะค่ะเขาก็เลยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องในสิ่งนั้นนะคะ